السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أيوة، دي البهارات. أيوة، عملنا معاكم البهارات بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة وتركتها خفيفة جدا. أنا كان عندي حبة زعتر وحطيت عليهم حبة روزماري وقرفة وكده وجمعتهم في كيس. قلت أشوف ايه اللي عندي يعني في البهارات، وروقت الدنيا كده في البهارات الزيادات وجمعتهم في كيس. وكان عندي حبة فلفل ابيض حطيتهم، بس بصراحة ما حطيتش كزبرة ولا فلفل اسمر. هما دول الحاجتين اللي انا ما حطيتهمش، تقدروا تحطوهم عادي. انا ما حطيتهمش بصراحة، بس القرفة جت معايا زيادة شوية، بس مش مشكلة اللي بيحب القرفة يعني. مش بمعيار معين. انا حطيت حبة كوبيبة صيني، حطيت حبة زعتر، حطيت جوز الطيب، واللي مش عايزة ما يحطهاش. وحطيت، وهقول لكم عملت فيهم ايه واحده واحده كده. جمعتهم في الكيس يعني، ورحت ربطاه وشايلاه في ضرفه المطبخ عادي جدا لحد ما اطحنه بالشكل ده. انا ركنته على جنب لغايه ما جبت بقى ايه، بصوا قبل ما افضيه، الصوره دي كانت قبل ما افضيه. جبت بقى زر ورد من عند العطار. تجيبي زر الورد لونه حلو كده وجميل. لو لونه مش زاهي كده معاكي ولونه مطفي ما بيبقاش حلو. تجيبي اللي لونه مزهزه كده وجميل. هو عباره عن ورد كده صغير زي ما انتوا شايفين كده، قلب الورديه من جوه، الورد الصغنن الجميل ده. ده كان عندي في التلاجة وانا طلعته واستخدمته. كان عندي بقاله فتره يعني بصراحه، فهو بيبقى صراحه تحفه. ده اللي بتزوق بيه التورت والبسكوتات والبيجيفورات والكلام ده كله، بيبقى هو ده. هو زر الورد. تجيبيه المصحصح الجميل ده. فطبعا عشان انا جايباه من عند العطار، مش جايباه في علبه، مش جايباه معلب، مش جايباه كده زي بقيه التوابل يعني اللي بتيجي كده والكريسبيهات والحاجات بتاعه الحلويات. فانا جايباه ايه، زي ما انتوا شايفين كده، سايب. من عند العطار بيتباع بالكيلو، بتجيبي ب5 ب10 زي ما انت ايه عايزه. بس وانا ده برطمان التوابل بتاعي اللي هفضي فيه. انا مش هفضي فيه كتير، هفضي فيه بس معلقتين كده ولا حاجه، علشان خاطر ايه اقلبهم على اللي موجود. زي ما شفتوا كان موجود فيه حبه كده بس، يعني مش هحط اكتر من كده. وحاجات جميله وريحتها جميله، بشم بقى ريحتها كده على بعضها، ريحتها حلوه. انا بحب اعمل البهارات على ايديا، مش بحب ان انا اشتريها من بره. انا بحب كل حاجه اعملها على ايدي، وبحب اسخنها كده على النار عشان تقعد اكتر، لا تعطن لا تعفن لا يحصل لها اي حاجه لا قدر الله. بتبقى زي الفل، بتبقى جميله، ما بتسوسش معاكي ولا اي حاجه. طحنيها قبل ما تطحنيها حمصيها على النار او اديها تسخينه، تسخن بس كده وتبقى جميله. بس كده. دي بتكون البهارات بتاعتنا. هكتب لكم المقادير كلها على الشاشه، عشان اللي انتوا حابين تحطوه حطوه، واللي انتوا مش حابين ما تحطوهوش. تقدروا تحطوا فيها كل اللي نفسكم فيه، بس طبعا ما عدا الكركم والكاري والثوم بودره وبصل بودره والحاجات دي مش بتتحط. اي حاجه ما ينفعش تتحط ما تحطهاش. تقدروا تحطوا كمان مرقه دجاج، تقدروا تحطوا اللي انتوا عايزينه. انا جبت لكم المقطع تاني عشان اقول لكم على التريكات. وطبعا دي مش كل الكميه، اللي كان ليه نصيب في حاجه اخد منها.